سعيدة عليكم. الفلسطينيين في الأيام الأخرانية وخصوصا اللي تبع ميليشيات حماس أو أي ميليشيات من اللي شبهها في فلسطين شدوا حيلهم جامد على مصر. الفلسطينيين بقوا محتاجين دش بارد على دماغهم يفوقهم من جو الضحية وجو إنهم الشعب الصامد وجو إنهم الشعب البطل وجو إنهم الشعب اللي بيحمي المنطقة. اللي وصلوا لدرجة يتصوروا إن هم بيحموا مصر من الاحتلال، خصوصا إن الجو ده اللي عيشته فيهم السنين اللي فاتت المنظمات الدينية واليسارية والعروبية والحكومات والشعوب كلها اللي كانت بتقعد تسقف لهم على الغلط قبل الصح، رغم كل البلاوي اللي عملوها سواء في فلسطين نفسها او في البلاد اللي راحوها. الجو ده لازم يتغير ولازم يعرفوا حقيقة اللي هم فيه، وان هم الشعب اسوأ مثال للشعب حصل له احتلال في التاريخ. يمكن ده اول حاجة يساعدهم هم ان هم يصلحوا مسيرتهم لو فيهم امل، كمان يحمي بلاد المنطقة، وانا هنا طبعا اقصد بالذات مصر، من الطمع بتاعهم اللي كل يوم يزيد ويوصلهم لدرجة هم ينكروا خير مصر وينكروا كل التعب اللي هي فيها، ويحولوا كل الحملة بتاعتهم في المدة الأخرانية ضد مصر ويكذبوا عليها ويقولوا إن هي بتجوع غزة وهي اللي قافلة معبر رفح وإن المساعدات اللي بتقول عليها ما بتوصلش إلى آخره من الكذب، وعايزين يحطوا مصر تحت الحصار. لا ده كمان فوق كده بيحرضوا الشعوب التانية عليها، بما فيهم طبعا تحريض يعتبر للمنظمات الإرهابية تعمل عمليات في مصر وتحريض على المصريين جوه وبره. في مقالة كتبتها على مدونة كيما ونكسوس عنوانها دش بارد لتفويق الفلسطينيين، كلمة إلى أكتر شعب عوالة على البشرية، بقلم افتكار السيد بن حسين فرتاري أحمس بتاريخ 30/7/2025. كلمة إلى الفلسطينيين 7.4 مليون الهربانين برا و5 و6 مليون اللي عايشين في فلسطين بعد حملة كتير منكم وأكثرية ميليشياتكم ضد مصر واتهامها بأنها بتشارك في تجويع غزة. أحب أفكركم بحقائق بتردموا عليها وببلاوي عملتوها وخليتكم ترموا جرايمكم في حق نفسكم على مصر وغيرها وتتمتعوا بدور الضحية، لأنه بيجيب فلوس وامتيازات كتير ويبرأكم من جرايمكم وغدركم بمصر وغيرها. انتوا الفلسطينيين أكبر مجرم في حق فلسطين، لأنكم شعب فشل طول تاريخه يعمل دولة وطنية وشعب واحد وجيش وطني، وعجبتكم عيشة الميليشيات والعشائر والمدن اللي ضد بعضها. وحتى لما جاتكم الفرصة تعملوا جيش واحد أيام جمال عبد الناصر لما ساعدكم في عمل منظمة التحرير الفلسطينية، اخترتوا تفضلوا ميليشيات من كذا لون وبقيتوا ضد بعض. ولما جاتكم فرصة تعملوا دولة واحدة لما تسلمت السلطة الفلسطينية حكم الضفة وغزة، قلبت حركة حماس على السلطة سنة 2007 وفصلت غزة عن الضفة. دي صورة للرئيس عبد الناصر تحت شعار منظمة التحرير الفلسطينية بعد ما اتعملت في الستينات. طيب مين الدولة اللي تتحمل مسؤولية احتلالكم؟ اللي تتحمل هي بريطانيا اللي عملت وعد بلفور وسهلت هجرة اليهود لفلسطين، وإسرائيل اللي احتلتكم، وأمها أمريكا. فما ترموش مسؤوليتكم ومسؤوليتكم على دول تانية عشان تعملوا لنفسكم حقوق عند كل البشر. مش احنا اللي محتلينكم دلوقتي، انتوا مالكوش حق عند اي شعب. اول حاجة لان الطبيعي كل الشعب مسؤول عن نفسه وارضه بس، واي مساعدة منه لغيره تبقى باختياره وحسب مصالح بلده ويتشكر عليها، مش فرض منه ولا اجبار. تاني حاجة انتوا طول عمركم ما تحملتوش مسؤولية اي شعب تاني، لا تحملتوا مسؤولية المصريين وقت ما كانوا في احتلالات وازمات ومجاعات، ولا مسؤولية العراقيين ولا السودانيين ولا فبأي عين تطلبوا ان الشعوب دي تسخر دم عيالها وثرواتها وجيوشها وارضها ليكم السنين. تالت حاجة انتوا اللي فشلة وعاجزين، واشطر حاجة فيها تعملوا الصعبانيات والشكاوى والخطب والميليشيات، ولما تعملوا معارك ضد اسرائيل اكترها يبقى حسب اجندات الدول اللي بتمول الميليشيات اكتر ما هو حسب مصلحة فلسطين. اعترافات هنعرضها في الاخر لاسماعيل هنية بدف. ولما تطلعوا من فلسطين تبقوا اشطر ناس في ازاي تاخدوا ارض غيركم وفرص اهل البلد اللي انتوا فيها. حقيقة تانية هي انتوا مش اكتر شعب اتظلم. ياما شعوب وقعت في احتلالات وحصل فيها ابادات ومجاعات وتهجير الى اخره، بس قدرت تقف وتعمل ثورات ومفاوضات لحد ما حررت نفسها او تعيش باي شكل، وما كانش بلاد تخصص لها تبرعات ومسؤول عن تعليمها وعلاجها وتحريرها واعادة اعمارها على طول الخط، زي ما تخصص لفلسطين طوفان تبرعات وتمويلات ما تقطعتش 80 سنة من الاربعينات لحد دلوقتي. فالحقيقة انتوا اول شعب في التاريخ يندلع ويطبطب عليه بالشكل ده. انتوا لعيبة بكلمة حق العروبة والاسلام. يعني ايه لعيبة وكذابين في المتاجرة بكلمة حق العروبة والاسلام؟
اول حاجه عشان مش حقيقي كل المنطقه عرب، العرب في جزيره العرب، فمصر مش عرب. وكمان اكتر شعوب المنطقه مسلمين ولا مش مسلمين مش بيراعوا عروبه ابدا فيما بينهم وبين بعض، وحتى بعد الاسلام قعدوا يذبحوا في بعض ويحتلوا بلاد بعض والشوام بيعملوا في بعض كده الى اخره. فليه انا اقدم نفسي قربان ليكم؟ تاني حاجة، مين قال الإسلام يرضى بأن كل دولة تبقى ملزومة تشيل شيلتها وتحرر وتبني نفسها، أما فلسطين فتبقى دلوعة الكل، والكل ملزوم يأكلها ويشربها ويعلمها ويشغل عيالها ويحررها ويودي أهلها عمرة وحج، ولما يطفشوا منها يوطنوهم في بلادهم ويدوهم امتيازات والجنسية كمان. ولو شعوب البلاد دي ما كانش في طاقتها تدلعها يبقى يتقال عليهم صهاينة وخذلوا فلسطين. تالت حاجة، انتوا عمركم ما راعيتوا اللي بتسموه حق العروبة والإسلام، فدايما البلاد اللي حواليكم بتشوف منكم الغدر والخيانة. فمعلوم ايه البلاوي اللي عملتوها مع مصر لما عبد الناصر قبل مبادرة روجرز 1970، ومع السادات لما عمل اتفاقية السلام مع إسرائيل، ومع الأردن اللي كنتوا عايزين تحتلوها في مذابح أيلول الأسود، ومع لبنان اللي ساعدتوا في توقيع وشعللة حرب أهلية فيها جابت اقتصادها الأرض، ومع سوريا اللي كتير منكم وقف مع الميليشيات ضد حكومتها اللي قوتكم، ومع الكويت اللي عملت لكم قيمة وقوتكم بس كتير منكم وقف مع الغزو العراقي ليها. ودلوقتي اللي بتعملوه ضد مصر وانتوا بتحملوها مسؤولية قفل إسرائيل معبر رفح، وطنشتوا كل المساعدات اللي بعتتها ليكوا قبل كده، والضغوط والتهديدات اللي تحملتها من إسرائيل وأمريكا لما رفضت طلب إسرائيل إنه يتهجر أهل غزة لمصر. فأنتوا اتحولتوا من شعب بيكافح يحرر أرضه لشعب يحتل أرض غيره باسم اللاجئين والصعبانيات والغدر ويحرقها بالحروب زيكوا، يعني زي إسرائيل. رابع حاجة، أنتوا نفسكوا مش بتراعوا إخوتكم لبعض، أنتوا كفلسطينيين مع بعض، انتوا نصكم هرب بره وسابكم، والقضية عنده بقت استرزاق، واللي جوه ميليشيات بترفع السلاح في وش بعضها في أي وقت، ولما تحصل عندكم أزمة بتستنوا اللي ينجدكم من الشعوب التانية أكتر ما تستنوا تنجدوا بعض. وعارفين طبعا إيه اللي حصل بين فتح وحماس في 2007. دي صورة من أخبار اشتباكات المعارك اللي حصلت بين فتح وحماس في 2007 لما حماس استولت على قطاع غزة وطردت حركة فتح منها، ودي صورة للحرب الأهلية والدمار اللي عملته الحرب الأهلية في لبنان بمشاركة اللاجئين الفلسطينيين فيها. حقيقة تانية انه انتوا كدابين لما بتقولوا انكم بتدافعوا عن الاسلام والمنطقة، لانه الاسلام موجود من 1400 سنة وانتوا في فلسطين تحت الاحتلال من قبله ومن بعده، واحتلالكم ما ضيعش الاسلام، والاسلام ما قالش تعيشوا شعب ميليشيات وعوالة على البشرية. وانتوا مش بتدافعوا عن شعوب المنطقة قصاد اسرائيل لانكم اصلا عاجزين تحرروا نفسكم من اسرائيل، وشعوب المنطقة زي مصر حررت أرضها من غير حوجة ليكوا من كذا احتلال، وعندها شعبها اللي يحارب عشانها مش مستنياكوا، ولا حميتوا مصر في حروب 1948 ولا 56 ولا 67 ولا 73، ولا انتوا اللي رجعتوا لنا طابة. فانتوا أفشل من انكم تعملوا نفسكم بتحاربوا دفاع عن شعوب المنطقة أو بدلها، وتطلبوا قصاد ده ان نفضل ندعمكم بدمنا وفلوسنا وأرضنا وجيوشنا برضه. وبعدين اشمعنى انتوا تحت مصواية انكم بتدافعوا عن الإسلام والعروبة عايزين غيركم يسخر جيوشه واقتصاده ومستقبله عشانكم؟ ما مصر والعراق مثلا احتلتهم بريطانيا، وكل بلد حررت نفسها من غير ما تتشرط على اللي حواليها يبعتوا لها جيوش ولا يسخروا لها اقتصادهم ولا يخصصوا لها تبرعات ما تتقطعش عشرات السنين. وطبعا معلوم ان مصر والعراق اهم للاسلام منكم. هنا دي في تويتر واحدة فلسطينية كانت بترد على واحد بيقول لها انتوا ازاي بتخلفوا كتير وانتوا تحت حرب ومجاعات وكده، فردت عليه رد بتريقة، وبعدين بتقول له المعذرة منك والسماح بس بنجيب اجيال تدافع وتحارب عنكم وانتم نايمين في بيوتكم. طب وكانوا فين لما اسرائيل احتلت غزة وهم مش عارفين يحرروا غزة؟ انتوا مالكوش تبتزونا بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة وتقولوا ان انت لازم تساعدونا علشان احنا اللي هنحرر المسجد الاقصى وكنيسة القيامة بتاعت المسلمين كلهم والمسيحيين كلهم. اول حاجة اكتر من نصكم طفش برا فلسطين وساب المسجد الاقصى وكنيسة القيامة للمحتلين عادي، روحوا اشتموهم هم الاول، اشتموا 7.4 مليون فلسطيني طفشانين وروحوا قولوا لهم هم يرجعوا ويحاربوا عشانكم الاول. تاني حاجة هي لو مصر فضلت تنزف اقتصادها عشانكم وتحارب عشانكم وجيشها وقع، عايزين مصر كلها بالأزهر والكنيسة بتوعها هم كمان يقعوا في احتلال زيكم؟ ولما مصر تبقى ضعيفة من كتر استنزافكم فيها ولا تحت الاحتلال يبقى كده اتحرر الأقصى وكنيسة القيامة، ولا يبقى بردت قلوب الغدارين منكم اللي نفسهم يشوفوا مصر دايما ورقة مولعة بالنار؟
تالت حاجة، مصر ياما ساعدتكم وعملت لكم مبادرات عشان تبقى غزة وتضيفها بلد واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد، فتقدروا يبقى لكم دولة فلسطينية تحمي حقوقكم في القدس اللي فيها الأقصى وكنيسة القيامة. لكن انتوا اللي أصريتوا تعيش غزة لوحدها وتضيفها لوحدها وتبقوا ميليشيات ضد بعضها، وغدرتوا بمصر ومشيتوا ورا إيران وتركيا وقطر وإسرائيل نفسها. رابع حاجة، انكم تبتزونا بان تحرير الأقصى وكنيسة القيامة واجب علينا عشان ناخد رضا ربنا، فدي تخص كل واحد مع ربه، مالكمش انتوا تفرضوها على أي شعب. احنا مننا لربنا، هو اللي يحاسبنا عملنا الصح ناحية الأقصى والكنيسة ولا عملنا الغلط، ولا ورطنا نفسنا في حروب ضيعتنا زي ما ضيعت الأقصى والكنيسة. دي حاجات تخصنا احنا مع ربنا، مش انتوا اللي تجبرونا نرضي ربنا بأنهي طريقة وفي أنهي وقت. خامس حاجة، انتوا مش شايفين حق لينا في الأقصى وكنيسة القيامة أصلا، فملحوظة كده على جنب. انتوا دلوقتي بتصرخوا وتقولوا يا مسلمين انقذوا الأقصى، الأقصى يستغيث، ده أقصاكم يا مسلمين ومصر نبيكم. بس لو جه يوم اتحرر الأقصى بدم وفلوس وتعب عيالنا في مصر وغيرها، هتعملوا حواجز بيننا وبين الأقصى وكنيسة القيامة، وهتقولوا دول بتوعنا وفي أرضنا وإحنا بس اللي نتحكم فيهم، والإيرادات بتاعت السياحة والزيارة حقنا إحنا لوحدنا، زي ما في السعودية هي اللي بتتحكم في الحرمين وإيرادهم ليها وحدها، وهتعاملونا زي أي زوار أو سياح أجانب وإننا بس مصدر للفلوس. كمان ما تلعبوناش بكارت الحدود والأمن القومي. ففي فلسطينيين لما يحسوا ان كتير من المصريين ما بقاش يندحك عليهم بكارت الدين والعروبة والصعبانيات، يطلع يقولك انتوا لازم تساعدونا ومهما حصل لكم مشاكل مع اسرائيل ومهما كان اقتصادكم ولا جيشكم هيتكلف. ليه؟ لان في الحقيقة انتوا مش بتساعدونا احنا، لكن بتساعدوا نفسكم، لان غزة امن قومي لمصر وعلى حدودها، ولو ضاعت غزة يبقى سهل اسرائيل تحتل مصر. طبعا انتوا كدابين، عشان اول حاجة الامن القومي لمصر احنا نحدده مش انتوا، ونتحرك بخصوصه في الوقت اللي احنا عايزينه وشايفينه صح، مش اللي شايفينه انتوا، وبالطريقة اللي تناسب ظروفنا، مش حسب الوقت والظروف اللي انتوا تختاروها او تفرضوها علينا، زي ما بتعملوا عمليات ضد اسرائيل او ضد بعضكم في الوقت اللي تختاروه، او تختاروا التنظيمات الدولية والبلاد اللي بتحركوا، وبعدين تصرخوا وتقولوا تعال يا مصر انجدينا وفك الحصار عننا وحرب. تاني حاجة، طول عمر فلسطين تحت احتلالات اصلا، فمش هنقعد نحارب عشانها طول التاريخ، وانتوا كتير من ميليشياتكم في غدرهم بمصر وطمعهم فيها، سواء ميليشيات اسلامجية ولا يسارجية ولا شيوعية ولا علمانية ولا اي صفة هبال بتتصنف بيها، مش بتفرقوا في العداوة لمصر عن اللي بيحتلكم. فلو بنتعامل مع اسرائيل وهي محتلة غزة مش هتبقى اوحش لما بنتعامل مع الميليشيات بتاعت غزة. يعني حقيقة تانية، انتوا كتير منكم شعب ما بيشبعش، يعني من 1948 وانتوا شغالين تقولوا مش لاقيين، وانتوا عايشين جوه فلسطين وفي الشتات عيشة احسن 1000 مرة من اكترية الشعوب حواليكم، خصوصا مش بتعيلوا هم مصاريف مدارس وعلاج وسكن واكل وجواز الا قليل، لان اكترهم بيجيلكوا تبرعات ومساعدات. ومن وقت ما كونشت حركة حماس على غزة في 2007 مش شغالين نغمة احنا تحت الحصار الاسرائيلي، احنا مش عارفين نعيش، احنا في اكبر سجن. وبعد ما حماس عملت عملية 7 أكتوبر وناس منكم بقوا ينشروا الفرق بين الحياة في غزة قبلها وبعدها، لقيناكم كنتوا عايشين في جنة ونعيم، مش عايشين فيها اكتر المصريين واكترية الشعوب اصلا. وبعدين رجعتوا لنغمة احنا جعانين مش لاقيين، وقليل منكم اللي بيرمي المسؤولية على الفلسطينيين نفسهم والميليشيات جنب مسؤولية اسرائيل، اما اللي مسيطرين منكم وظاهرين فشغالين ترموها على مصر وغيرها. ده مثلا فيديو لواحد فلسطيني ناشر ازاي كان الحال في غزة قبل الحرب، وبيقول ان كان زي باريس. كل من كان يزور غزة قبل الحرب كان يصدم كيف المدينة المحاصرة منذ أكثر من 17 سنة واللي بتعيش من حين وآخر، كيف قدرت تأسس هاي اللوحة والمساكن والشواطئ. مستوى العربيات والملاهي كله يعني. لأنه عن جد كل قصة جميلة وراح أعرض في هذا الفيديو نقطة في البحر والجمال الحقيقي لهي المدينة العامرة بأهلها الصابرين. وعشان أظهر لكم جمال غزة الحقيقي فبالحرب بدنا 1000 فيديو، وراح أبدأ معكم من المكان الأجمل. هنمشي كده سريع في الفيديو وانتوا ممكن تبقوا تبصوا عليه في المدونة وتشوفوا.
شايفين يعني كل الدلع، كل انواع الدلع، يعني لا حصار ولا جوع ولا اي حاجه. فين الحصار ده اللي كان قبل الحرب؟ والعربيات وكل حاجة يعني. طيب، ومن أدلة إن هم في فلسطين كتير منهم ما بيشفين تلحيد مساعدات إنسانية عبر معبر رفح. هذه المساعدات لن تدخل إلا لأن المقاومة أخضعت الاحتلال وأجبرته على ذلك. على هذا العالم أن يعرف أنه لا فضل للسياسة المصرية بدخول هذه المساعدات لأهل غزة. من سيغسل عنكم هذا العار؟ يعني أدي معبر رفح مفتوح من الناحيتين وإحنا بندخل لهم مساعدات، وكنا بنعمل جهود ونلف العالم علشان يخف الضغط لا لإسرائيل عليهم وإسرائيل ما تقفلش معبر رفح. في الآخر يقول إيه؟ يقول الاتحادات دخلت بس ده فضل بتاعنا، لكن المصريين دول ما عملوش حاجة وهم اللي يتحملوا العار بتاعهم ده بقى يلزقوه في مصر. حقيقة تانية مش عارفة تبقى نمرة كام، إنه أنتوا أكتر شعب بيمن على غيره بالقليل. فجنب انكم شربتكم التنظيمات الدينيه والعروبيه واليساريه والعولميه وحكومات للاسف في المنطقه ومنها حكومتنا احنا اللي دلعوكم زياده بالكلام، شربوكم حبه انكم انتوا اللي بتدافعوا عن الاسلام والعروبه والامن القومي للشعوب الثانيه، فكمان بتمنوا على الشعوب دي بالقليل النادر اللي ممكن تساعدوها بيه، مع انكم تطلبوا قصاد الحاجة 1000 حاجة. لا، وكمان ممكن تمنوا عليهم بانكم شاركتوا في خراب بلدهم. مثلا مرة واحد من حركة حماس اسمه ادم ابو سلمية اللي كنا جايبين التويتر بتاعته من شوية، ايام الاحتلال الاخوان المصري في 2013 دعا ان كل فلسطيني يتبرع بدولار لمصر عشان تساعد اقتصادها، وده كان في الوقت اللي المساعدات والتبرعات المصرية ما بتتقطعش للفلسطينيين بطوفان من الدولارات اصلا. بس طلع هو بيعمل الحملة دي ليه؟ عشان عايز يحشد الفلسطينيين من اللي تبع حماس يقفوا مع عصابة الإخوان، لأننا في مصر كنا عاملين مظاهرات ضد حكمهم. يعني أساسا كان بيعمل حملة يتبرعوا بدولار قصاد ياخدوا مصر كلها مع عصابة الإخوان. كمان في سوريا مثلا من كام يوم طلع كلام في سوريا إن سلطة الجولاني هتعامل الفلسطينيين هناك معاملة الأجنبي، فطلع فلسطينيين معترضين ويقولوا إحنا زينا زي السوريين، إحنا مش أجانب، خصوصا شاركنا في تحرير بين أقواس تحرير سوريا من نظام بشار الأسد. فهم شايفين مشاركتهم في شؤون غيرهم ورفع السلاح ضد حكومة البلد اللي قوتهم وادتهم امتيازات ووقوفهم في صف جيوش أجنبية جت احتلت سوريا، شايفين إن ده جميلة ومعروف في رقبة السوريين، لازم يدوهم بلدهم سوريا مكافأة عليه ويعتبروهم مواطنين وأصحاب بلد. طبعا في فلسطينيين محترمين ويحبوا يساعدوا الشعوب التانية زي ما بتساعدهم ومش بيتدخلوا في شؤونها، بس دول بنقول لهم ربنا يبارك فيكم ويحميكم من الفلسطينيين الوحشين اللي حواليكم، بس ما يكونش قصاد ده انكم تشوفوا ان من واجب الشعوب التانية تفضل فاتحه لكم حنفيه التبرعات والمساعدات على طول الخط ومهما كانت ظروفها، او انه يبقى لكم حق تروحوا لاجئين في اراضيها وتطلقوا مده مفتوحه وتاخدوا امتيازات وكمان الجنسيه. احنا لما بنساعد دول غيرنا مش بنطلب منهم الامتيازات دي. تويته اللي هو اسمه ادم ابو سلمية، تويته قديمه كان بيكتب فيها ساعه الاحتلال الاخوان المصري: احبائي، بيكلم الفلسطينيين، احبائي، مصر الشقيقه تحتاج الى قرار عاجل بالبدء بعمليه حسم عسكري لتطهير البلد من فلول النظام البائد على غرار تجربه اخواننا في غزه عام 2007. يقصد بيها انه عايز يساعدوا الاخوان يعملوا هجوم ضد مؤسسات الدولة في مصر ويستولوا عليها بالسلاح زي ما عملت حماس واستولت على غزة في 2007. طيب انتوا اكتر شعب متسلط على مصر، لما بتصرخوا تقولوا هي مصر فين؟ الجيش المصري فين؟ ليه مش بتفتحوا معبر رفح ولا بالعافية؟ مش بتصرخوا وتقولوا هو الجيش التركي فين؟ ولا الجيش الإيراني فين؟ ولما يكون دول الخليج فاتحة على البحر معاكم مش بتقولوا السعودية فين والإمارات فين؟ أما مصر على طول الخط نفسكم ما بيتقطعش من صرخة هي مصر فين؟ مع إن مصر أكتر دولة بتديلكم مساعدات، أكتر دولة حكومتها غدرت بشعبها وادتكم امتيازات ووظائف وأملاك بمصر ما تستحقوهاش، أكتر دولة عايشين فيها أحسن من أهلها، أكتر دولة عملت مشاكل مع أمريكا وإسرائيل وبلاد تانية عشانكم، أكتر دولة كان جزء من مؤامرات إسرائيل ضدها هو إنها بتقف معاكم. ده غير الأهم ده كله وهو دم المصريين اللي سال في معارك عشان بيدافعوا عنكم. إيه قدمت ليكم تركيا وإيران ودول الخليج زي مصر؟ طيب لو قدموا ليكم زي مصر وهم عندكم أحسن من مصر، ما تسيبوا مصر في حالها وامسكوا في ديلهم هم واصرخوا عليهم هم وقولوا فين تركيا، فين إيران، فين السعودية، فين الإمارات إلى آخره، وحلوا عندنا بقى.
ولا سكتنا له دخل بحماره، ومتسلطين علينا تبقوا سلاح تخلوا مصر تفضل تنزف في اقتصادها ودمها وجيشها وما يقومش ليها قومة. ده فيديو مثلا لاعتراف اسماعيل هنية بانهم العمليات والمعارك اللي بيعملوها مع اسرائيل بيكون عشان يحموا ايران من ان اسرائيل وامريكا يدخلوا في مشاكل مباشرة مع ايران، يعني مش بيختاروا توقيت المعارك في الوقت اللي يناسب الفلسطينيين نفسهم. دعم حركات المقاومة التي تضعف هذا العدو أو تشغله لصالح إيران عن أن يخوض معارك ضد إيران مباشرة هو في الآخر هو مصلحة بالتأكيد ذات بعد يعني عسكري، أنه أي دولة لها مصالح سياسية. وأيضا المعالجة في الإطار المذهبي بأن إيران لا تدعم فقط حزب الله لأنه شيعي، هي أيضا تدعم حماس وهي حركة سنية. شو عم بيقول؟ عم بيقول انه ايران تدعم حماس لسببين. طبعا قال مقاومة وعدو مشترك والتزام ديني، بس هذا حكي فاضي. المهم السببين اللي سمعتوهم اللي حكي عنهم. قال لك اولا ايران لها مصلحة باشغال الاسرائيلي، لانه الاسرائيلي المشغول بحماس وبغزة بيبعد عن ايران. شو يعني؟ يعني غزة والفلسطينيين دروع بشرية لايران. مين عم بيقول هالكلام؟ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس. اثنين، قال لك إيران لها مصلحة أنه تدعم حماس لتشيل عن ظهرها تهمة المذهبية والمشروع المذهبي، أنه هي بتدعم حزب الله الشيعي وكمان حماس السنية. يعني كمان حملة علاقات عامة وتحسين صورة على حساب معاناة وبؤس الفلسطينيين. مرة جديدة الكلام لمين؟ لإسماعيل هنية. معلش رجعوا اسمعوه مرة تانية. دعم حركات المقاومة التي تضعف هذا العدو أو تشغله لصالح إيران عن أن يخوض معارك ضد إيران مباشرة هو في الآخر هو مصلحة بالتأكيد ذات بعد يعني عسكري، أنه أي دولة لها مصالح سياسية. وأيضا المعالجة في الإطار المذهبي بأن إيران لا تدعم فقط حزب الله لأنه شيعي، هي أيضا تدعم. أقول لكم التقيلة فوق ده كله، الإسرائيليين ليهم ميزة عليكم، يعني أحسن منكم في حاجة. الميزة إن الإسرائيليين ما كانش ليهم وطن، فاتجمعوا مع بعض وعملوا وطن ودولة مع إنهم سارقين. أما أنتوا فكان ليكوا وطن وكان ممكن يتحول لدولة لو بقيتوا شعب واحد مش ميليشيات، وبقى هدفكم تعملوا الدولة، لكن اخترتوا عيشة الميليشيات، وكل شوية فيكم تشغلوا دولة أجنبية بالزراير أو الفلوس أو لعبة الدين أو غيره. واكتر من نصكم اختار يطفش من فلسطين ويفضل برا، وفلسطين تبقى قضية يسترزق منها ويعمل صعبانيات وهو برا مش اكتر. فانتوا حتى ما حصلتوش اليهود اللي شايفينهم اوحش الناس، لا انتوا اوحش منهم. هم حرامية خدوا ارض غيرهم وعملوا عليها وطن، وانتوا حرامية بمعنى عايشين على ابتزاز شعوب غيركم انهم يصرفوا عليكم ويحاربوا عشانكم وبتغدروا بيهم لما بتروحوا لاجئين عندهم، ونصكم طفش يحتل بلاد غيره وضيعتوا الوطن. والخلاصة في نهاية الدش البارد ده، يا فلسطينيين من كل الالوان جوه فلسطين وبره، انتوا مش اكتر شعب بيعاني او اتظلم، غيركم اتظلم اكتر منكم. انتوا اول شعب في التاريخ يتكافئ عشان نص هرب من بلده بسبب الاحتلال، والنص التاني عايش ميليشيات للي يدفع ويمول ويمشي قضية بلده حسب هوا اللي يدفع. انتوا شعب عوالة على البشرية، لانكم الشعب الوحيد اللي عايزين العالم يحرروا ويأكلوا ويشربوا ويدلعوا ويعلموا ويوظفوا ويستقبلوا لما يحب يطفش ويديله الجنسية والامتيازات. انتوا اشطر شعب في الصعبانيات، وبتعلموا عيالكم الخطط بتاعت استعطاف الناس وهما بيرضعوا، وكتير منكم ما بيفرقش معاه حتى لو قال كلام كذب عشان يجيب استعطاف. ما يسوقوش في صناعة الصعبانيات والكذب الا اليهود. انتوا الشعب الوحيد اللي تخصص له اكبر مساعدات وتبرعات وتمويلات من غير رد، يعني مش ديون، لا ده من غير رد في التاريخ. انتوا اكتر شعب فاشل وميليشياوي، لانكم الشعب الوحيد اللي له ارض بس فشل طول التاريخ يعمل دولة وطنية وجيش واحد فيها. انتوا اكتر شعب غدر باللي ساعدوه وقووه وضحوا عشانه، ومنه غدركم بمصر. انتوا ملكوش حقوق على اي شعوب تانية، والشعب اللي يقدر يساعدكم بحاجة تبقى بمزاجه وعلى قد طاقته مش حسب شروطه. انتوا بير ملوش قرار، ما بتشبعوش مهما البشرية ادتكم مساعدات وامتيازات. انتوا اكتر شعب لعب بكارت الاسلام بحجة يحرر ارضه، وهو اقل شعب خدم المسلمين اصلا، ومن اكتر الشعوب اللي غدروا بالمسلمين.
انتوا اكتر شعب يتكلم عن الصمود، بس انتوا الشعب اللي هرب اكتر من نصه، والنص التاني مستني شعوب تانية تحرره. اما الميليشيات اللي بتعمل عمليات ضد اسرائيل فبيبقى حسب مصالحها الحزبية او مصالح اللي بيمولها، مش مصلحة تحرير فلسطين. انتوا اكتر شعب يتكلم عن العزة، وقت انتوا اكتر شعب عايش على قفا غيره بالشحاتة شوية وبالابتزاز شوية وبتهديد ميليشياتكم شويتين 3 4. انتوا اكتر شعب يتكلم عن انه بيحمي العرب والدين، بس استغليتوا قضيتكم تخربوا بيها بيوت شعوب المنطقة وتكرهوا الناس في الدين. انتوا اكتر شعب عايش على تهديد العالم بالابتزاز وغيره، ما يسوقوش الا اليهود ابتزاز العالم اللي السبي البابلي. فلو طلبتوا من شعب انه يحارب عشانكم ولا يدخل بلده في مشكلة عشانكم ورفض، او طلبتم تدخلوا بلده باسم لاجئ وبعدين عايزين تبلطوا وتاخدوا الجنسية ورفض، تتهموه بانه صهيوني وخذل فلسطين والدين وتعتبروا ان الحرب عليه حلال. اللي بيعمل ده منكم شرهم على المنطقة والدين اكتر من شر الاسرائيلي المكشوف، وهتوصلوا الناس لدرجة يقولوا سوى غزة محتلها الاسرائيلي او بيحكمها الفلسطيني، الاتنين زي بعض. في الاخر انتوا مالكوش عند حد حاجة الا اسرائيل وبريطانيا وامريكا، واي مساعدة تجيلكم من اي بلد تاني تقبلوها باحترام وتبوسوا ايديكم وش وظهر، والاكرم لكم تلغوا الميليشيات وتتلموا في كيان او جيش واحد وتلموا الضفة على غزة وتبدأوا كفاح بعقل وحسابات وطنية عشان تبقوا فعلا شعب مناضل ومحترم. وكلمة للفلسطينيين، وغالبا هم قليلين من اللي فاهمين الكلام ده ومش بيحبوا يفرضوا نفسهم ولا قضيتهم على بلاد غيرهم، وشايفين ان فعلا شعبهم هو المجرم الاولاني في حق نفسه وهو اللي المفروض يتحمل المسؤولية نمرة 1 وما فيش بلد يتفرض عليها تبقى مسؤولة عنهم. فربنا يبارك فيكم وانكم تنشروا الروح دي وسط عيالكم واصحابكم وفي الاعلام، عشان فلسطين ما تخسرش اللي باقي ليها من حبايب وشعوب، وعشان يفضل امل ان هيطلع فيها جيل محترم يتحمل المسؤولية ويعمل الشعب الواحد والبلد الواحد ويحرر ارضه. ومصر للمصريين، وقضيتنا الاولى هي مصر. كل شعب قضيته الاولى والأخيرة هي بلده، والفلسطين نفسهم هم قضيتهم الأولى والأخيرة ولو بيلعبوا بيها هي فلسطين. فاحنا حقنا كل شعب ان تبقى قضيته الأولانية والأخرانية هي بلده. أفتكم بألف عافية.